العروسه؟ مين دي؟ العروسة كانت شبه مي عمر. عملوا فيرست لوك للحنة وشرط عليها عريسها تلبس محتشم. أصحابها كلهم لبسوا أبيض في أبيض، وأول ما شافها دبوا خناقة سوا وكل المعازيم اتفرجوا عليهم. لكن اللي حصل بينهم في آخر الحنة مفاجأة. كمل الفيديو وشوف لقطات من حنة كشري مصر وياسمين. ليه ما جابش أصحابه الشباب معاه؟ إزاي جهز للحنة؟ ليه اتخانق معاها أول ما شافها؟ هنعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. كشري مصر فاجأ عروسته ياسمين بميعاد الفرح وما كانتش تعرف ده، وده لأنه عمل لها مفاجأة في مركب وكان بيصالحها عشان كان مزعلها. ومش بس كده، ده عمل لها أغنية مخصوص بصوته هيغنيها لها في الفرح اللي خلاص باقي عليه أيام. الفرح هيكون يوم 4/6، وعملوا الحنة الساعات اللي فاتت، وكانت حنة لطيفة ودمهم كان خفيف جدا زي ما الكل متعود على أي ظهور ليهم. وشاركت ياسمين وكشري الجمهور كل تفاصيل الحنة من أول التجهيزات ولحد ما خلصت. ياسمين قبل الحنة بيوم قالت إنها تعرضت لحادثة، ولكن ربنا ستر وما حبتش حاجة تضايقها أو تعكنن عليها اليوم اللي مستنياه بقالها 3 سنين. شاركت الجمهور التفاصيل من وهي بتحط الميك اب، وقالت إنها ناوية تبهدل الدنيا في الحنة وتعمل ترندات نفسها تعملها من زمان. لما خلصت الميك اب بقى قلبت على مي عمر بنفس الملامح والحركات، ولما شافت شكلها قالت جملتها الشهيرة في نعمة الافوكاتو يا لهوي. ياسمين عملت فوتو سيشن للحنة، ورغم ان كشري مصر مصور كل المشاهير ولكن مش هو اللي صور ياسمين، وكانت عايزاه يشوفها لأول مرة وتعملها له مفاجأة. نشرت لقطات من التجهيزات لديكور الحنة ووصول أصحابها. الديكور كان رقيق جدا، ولكن للأسف وهم شغالين فيه اتكسر ووقع على الأرض والأرض اتملت إزاز، ولكن برضو ياسمين عند موقفها مفيش حاجة هتزعلها، وقالت خدت الشر وراحت وهنفرح برضو. كشري وصل للحنة ولكن ما جابش معاه أصحابه الشباب، ودخل هو ووالدته وخالاته وبنات خالاته، وقال إنه حب إن تكون الحنة للسيدات وبس، وبما إنه كاتب الكتاب فراح يحضر الحنة معاها. كشري كان متوتر جدا وهو طالع، ولكن حب يوثق كل اللحظات اللي كان مستنيها من سنين، وفعلا دخل وأول ما شاف ياسمين اتخانق معاها. عملوا فيرست لوك للحنة من نوع خاص. كشري أول ما دخل قال فين العروسة؟ عاوز أشوف العروسة. لما خرجت ياسمين كانت مغطية وشها ولابسة اللبس البدوي السيناوي، وقالت له مش انت قلتلي البسي محتشم ومحترم؟ لكن لما كشف عن وشها اتخض، ولكن كان بيهزر. وبدأوا الفقرات زي أي حنة للعروسة، لبسوا اللبس الاسكندراني والفلاحي والصعيدي وكمان الهندي اللي ألوانه كانت مبهرة وعجب الجمهور. مش بس كده، كمان ياسمين عملت تورتة رقيقة جدا عليها أدوات وأشكال الميك اب بما إنها بنت وعروسة وفي الأصل بلوجر، وشالتها واتصورت بيها مع كشري. طول الفترة اللي فاتت وتحديدا من بعد كتب الكتاب ياسمين وكشري كانوا مشغولين جدا، وتقريبا من حوالي 4 شهور في تجهيز الشقة والتشطيبات اللي قطمت وسطهم، بس كانوا بيعملوا كل ده بحب رغم الخناقات اللي كانت بتحصل بينهم زي عرسان كتير بسبب الضغط اللي بيكونوا فيه. ياسمين نشرت فيديو عن تفاصيل حكايتهم وقالت ان يوم 25/4/2022 كان بيلمح بحبه ليها، وبعد شهر تقريبا اعترف بكل صراحة بحبه ليها، وبعدها بشهر جه يتقدم لها، وبعدها جاب اهله وقروا الفاتحة يوم 3/7/2022. خطوبتهم بقى كانت يوم 16/3/2023، وكتبوا الكتاب في بداية 2024. حنتهم بقى كانت الساعات اللي فاتت وكلها أيام والطل ياسمين بالأبيض. رأيكم إيه بقى في حنة ياسمين وكشري؟ وتفتكروا هيعملوا حاجات جديدة في الفرح زي ما عملوا في الحنة؟ قولوا لنا في التعليقات.